من وزارة الزراعة نتابع اليوم ملف تراجع الطلب على الحليب الطازج لصالح المنتجات المصنعة والمهدرجة، وعليه اجتماع بين وزير الزراعة ونقابة مربي أبقار الحلوب في لبنان لطرح المشكلة وإيجاد الحلول. فلنتابع. ابرز مشكل هو حليب البودره وزيت النخيل عم يدخلوا محل حليب الطازه. اول شغله المواطن عم ينضر صحيا، ونحن عم نضر ما حدا عم يطلب منا الحليب. فنوعدنا خير من معالي الوزير، بده يحطوا عليها رسوم جمركيه لحتى يغلى سعرها، بصير التاجر ما قادر يفوتها، خلص صار بيرجع للحليب الطازه. بنكون هيك مثل ما بيقولوا بالعاميه ضربنا عصفورين بحجر، المزارع استفاد بالحليبات اللي عنده، والمواطن صار ياكل اكل صحي بنفس الوقت. افضل نيوز بنتشكركم، عم تتابعونا، كنتوا معنا ببقاع الغربي، وصلتوا لنا صوتنا ونزلتوا معنا على الوزاره ومتابعين تحركاتنا. نحن بنتشكركم كثير كثير. مشكلتنا الأساسية هي حليب البودرة والسمنة المهدرجة. معالي رح يحمل الملف على عاتقه، رح يتابع مع باقي الوزارات يلي السمنة المهدرجة بتفوت عبرها اللي هي وزارة الاقتصاد. أنا اللي بدي أقوله للمواطن، أهم شيء عند المواطن شو بده يطعمي لأولاده، يطعميهم اللبن الصح، مش الغذاء المصنع، جبنة مصنعة من سمنة وزيت سم لأولاده. نحن عملنا فحص على الجبنة وعلى الألبان، طلع معنا شيء بيخوف، لا يعرف إذا عم ياكل صح أو لا. كيلو الحليب حقه 70 سنت، وين ما كان حقه 70. بتحكي عن بدك انت لتعملي كيلو جبنه بدك 7 كيلو حليب. 7 ب 7 49، $4 و90 سنت. بتروحي على سوبر ماركت بتجيبي كيلو جبنه ب 200,000، معناته انت عم تشتري سم. الوزارة ملتزمة بحماية الإنتاج الوطني، بحماية مربي الأبقار، بحماية اللحوم، لأنه هذا قطاع مهم جدا بأمننا الغذائي. اتفقنا على خطوات عملانية، شيء مرتبط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، شيء مرتبط بالتعاون مع وزارة الصناعة. ومن خلال هالاجتماع رسالة إلى كل الناس اللي عم ينتجوا الجبنة واللبنة واللي عم يستخدموا الزيوت المهدرجة اللي هي ممنوعة، منحذرهم ومننبههم انه يتوقفوا عن هالممارسات الخارجة عن القانون. في ظل غياب الرقابة وانتشار الغش الغذائي، فإن صحة أبنائكم على المحك وسط مخاوف من انهيار الإنتاج المحلي لقطاع الحليب الطبيعي في لبنان. من أمام وزارة الزراعة في بيروت، بتول عبد الله، الأفضل نيوز والأفضل تي في.